تخيل لو قلتلك إن في حاجة في جيبك دلوقتي تقدر تخليك تشتري من أي مكان في العالم وتدفع اشتراكاتك بالدولار وتعمل إعلاناتك وكأنك معاك حساب بنكي أمريكي وأنت قاعد في مكانك في مصر، من غير ما تروح بنك ومن غير ليميت الكروت اللي بيوقفنا كل شوية. السؤال هنا، هل ده حقيقي ولا مجرد وهم رقمي؟ رقمي ممكن يضيع فلوسك، وهم رقمي ممكن يضيع فلوسك في لحظة. والأهم من ده كله، هل التطبيق اللي هنتكلم عنه النهاردة هو الحل السحري اللي كلنا بندور عليه عشان نحل مشاكل الدفع، ولا في بدائل أحسن منه وأأمن؟ إجابة السؤال ده هتغير نظرتك تماما للمحافظ الإلكترونية، وهقولك الإجابة الصادمة والمختصرة في آخر فيديو. بس الأول خلينا نفهم الحكاية بدأت إزاي. في البداية لازم نكون متفقين إن التطبيقات مبقتش رفاهية، دي بقت اسلوب حياة كامل. زمان عشان تحول فلوسك او تدفع فاتورة كنت بتقف طابور، دلوقتي بضغطة زرار الموضوع بيخلص. لكن المشكلة الحقيقية اللي بتواجهنا كلنا دلوقتي هي الدفع الدولي. يعني لو انت عايز تشتري او تشترك في شات جي بي تي او تشتري دومين لموقعك او حتى تشتري سكنات في لعبة اونلاين، بتلاقي الكروت المحلية بقت صعبة ومقفولة في اغلب الاوقات. وهنا بيجي دور تطبيق النهاردة، هو تطبيق ديجو باي او دوج باي. تطبيق دوج باي فكرته باختصار شديد انه محفظة الكترونية بتديك فيزا افتراضية بالدولار. وظيفتها الاساسية انها تحللك عقدة مرفوض من البنك او ان الكارت بتاعك مش شغال دولي. التطبيق ده بيشتغل كوسيط، بتشحنه برصيد وغالبا بيكون عملات رقمية زي ال USDT، وهو بيحول الرصيد ده لبطاقة فيزا فيها بيانات كاملة تقدر تستخدمها في أي مكان. بيقبل الدفع بالدولار، وعشان تستخدم التطبيق صح وما تضيعش فلوسك في محاولات غلط ركز في الخطوات دي. أول حاجة، بعد ما بتحمل التطبيق من المتجر لازم تعمل حساب وتسجل بياناتك الحقيقية. وده نقطة مهمة جدا، التطبيق بيطلب تفعيل الهوية، يعني لازم تصور باسبور أو بطاقة عشان يفتح لك الخدمات. وده إجراء أمان طبيعي في تطبيقات المال عشان يضمنوا إنك شخص حقيقي. بعد التفعيل وبرضه لازم يبقى عندك إيصال مرافق عشان تبقى لو طلبوا منك تأكيد إثبات الهوية بإيصالات مرافق، كهرباء مية غاز تليفون أرضي، أي حاجة المهم يبقى معاك إيصال مرافق على نفس السكن اللي أنت حاطه في البطاقة. بعد التفعيل بتدخل على خانة الإيداع دوبيزت وبتشحن محفظتك. والطريقة الأسهل والأشهر طبعا هي التحويل الرقمي من أي منصة تانية. مجرد ما الرصيد يوصل بتدخل تطلب كارت جديد، وفي ثواني بيظهر لك بيانات الكارت قدامك، الرقم وتاريخ الانتهاء والكود CVV. ودلوقتي تقدر تاخد البيانات دي كوبي وتروح تدفع بيها اعلانات فيسبوك او جوجل او نتفليكس او اي موقع اونلاين كان رافض الدفع بالكروت العادية. بس نيجي بقى للكلام اللي يهمك بجد، ايه الحلو وايه الوحش في التطبيق ده؟ من واقع تعليقات الناس الحقيقية على البلاي ستور، أهم ميزة خلت الناس تتجه لدوج باي هو إنه بيدعم أبل باي وجوجل باي في بعض الكروت. ودي ميزة قوية جدا بتسهل الدفع بالموبايل في المحلات برا مصر أو أونلاين. كمان سرعة إصدار الكارت تعتبر ممتازة مقارنة بغيره. لكن الحلو ما يكملش، من واقع تجارب المستخدمين في شكاوي متكررة من الرسوم، في رسوم على الإيداع ورسوم أحيانا على العمليات. فلو أنت بتشحن بمبلغ صغير ممكن تلاقي الرسوم كلت منه جزء كبير. كمان في بعض المستخدمين اشتكوا ان الدعم الفني بيتأخر شوية في الرد لو حصلت مشكلة في تعليق الرصيد. فالتقييمات منقسمة، فئة الفريلانسر والناس تانية بتقول ان التطبيق كويس، وناس تانية بتسافر مبسوطين وبيقولوا سهولة التطبيق في الدفع، وفئة تانية زعلانة من إجراءات التوثيق اللي ممكن تترفض لو الصورة مش واضحة أو مفيش إيصال مرافق أو التأخير في وصول الرصيد في أوقات الضغط. طيب لو دوج باي مش مناسب ليك أو واجهتك في مشكلة، إيه البدايل؟ عندك تطبيق ري دوت ريد ريد او تي بي ريد او تو باي، وده حاليا بيعتبر المنافس الأشرس ومستقر جدا في مصر، والناس بتشكر فيه. وعندك بايننس باي لو بتتعامل في تحويلات مباشرة لمواقع بتدعم بدون كارت. ونصيحتي ليك في كل الأحوال، جرب التطبيق بمبلغ صغير في الأول كتجربة قبل ما تحط فيه مبالغ كبيرة. ونيجي بقى لإجابة السؤال الغامض اللي بدأنا بيه الفيديو، هل فلوسك في التطبيقات دي في أمان ولا وهم؟ الإجابة بصراحة هي إنها
أمان مشروط. التطبيقات دي يا جماعة معمولة عشان تكون محطة عبور مش خزنة، يعني تشحنها على قد المبلغ اللي هتشتري بيه وتصرف الفلوس على طول. الخطر الحقيقي والوهم إنك تتعامل معاهم كأنها حساب بنكي توفير وتسيب فيه الفلوس شهور. هنا بيبقى الخطر في استخدامها بذكاء عشان تقضي مصلحتك من غير قلق. لو عجبك الفيديو واستفدت منه متنساش اللايك الجميل واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد في عالم التطبيقات وحلول الدفع. اشوفكم على خير فيديو جديد. سلام.